هل الحصان ليه دور في تكوين الفريمات اللي نقلت لنا حياتنا وأوجاعنا وأحلامنا؟ التاريخ رجعني لسنة 1872 لمغامرة ونقاش كان سخن بين ملك كاليفورنيا للاند ستانفورد وناس صحابه. كان وقتها سؤال فيزيائي بحت مطروح على الترابيزة ب$25,000. هل الخيول بترفع رجليها الأربعة وقت الجري؟ وقتها إدوارد ميو بريدج كان عمال يصور الأماكن الطبيعية. جاله ليلاند وقال له عايزك تثبت لي حاجة غريبة في دماغي، هل الخيول بتطير؟ إدوارد سمع وقال أوقات الهزار بتاع الملوك بيبقى سخيف، بس لما سمع الرهان على $25,000 انه لمعت واشتغل على الفكره. ومن 1872 ل 1878 نجح في خطه وجاب 24 كاميرا وبدا يصور الحصان وهو بيجري. وقتها كان توماس اديسون عمال يتابع الاخبار وخد فكره الحركه منه وطورها شويه واداها الروح وعمل آلة اسمها كينيتوسكوب في 1891. بس الموضوع ما وقفش هنا وراح للحاله الجماعيه. في 28 ديسمبر 1895 في جراند كافيه بباريس بلد الفن والجمال ظهر الاخوين لومير بجهاز اسمه سينماتوغرافي وفرجوا الناس على فيلم اسمه وصول قطار الى محطة. الناس خافت وجريت وسابت القهوة وافتكروا ان القطر هيخرج من الجهاز، لكن المغامرة كسبت والاخوين لومير بعتوا مصورين في اماكن كتير في العالم عشان يبداوا يصوروا. وبعد الفيلم ب8 ايام بس راحوا اسكندرية اللي كانت وقتها باريس الشرق، كل الجاليات الاوروبية هناك، وبدأت البروباجندا عن الجهاز السحري ده. وفي يوم 5 يناير 1896 بدأت الناس تروح بورصة توسون مش عشان يشوفوا الفيلم، عشان يشوفوا ايه الجهاز السحري ده. وقتها التذكره كانت بقروش قليله وعرضوا نفس الفيلم اللي كان معروض في باريس مع كام فيلم تاني كانوا عباره عن كام ثانيه. نفس اللي حصل في باريس حصل برضه في اسكندريه والناس جريت وخافت. وبعدها الموضوع خد الطريق للقاهره وهنا بدا السؤال يطرح نفسه، احنا ليه بنعملش حاجه لنفسنا؟ لغايه ما ظهر الثلاثي اللي مسك زمام السينما المصريه. كان الاجانب بيوثق كل حته في مصر زي انشاء كوبري قصر النيل ورحله الخديوي عباس حلمي الثاني لمرسى ابو العباس وبلاد النوبه، وكانت كلها افلام وثائقيه ما تتخطاش لدقايق. لغايه 1917 ظهرت شركه ايطاليه مصريه انتجت اول فيلمين قصيرين، شرف بدوي والازهار المميته، لكن وقتها ما خدوش السوكسي ده بسبب رداءة تصويرهم وانتاجيتهم. وكان بطلهم محمد كرايم الأستاذ اللي حط الانضباط الأكاديمي في السينما المصرية. وبعد فشل الفيلمين سافر محمد كرايم لإيطاليا وبعدها لألمانيا عشان يرجع ينقل السينما المصرية من مجرد فرجة لحرفة ليها أصول. وقتها ظهر المغامر الأول في السينما المصرية اللي حول السينما من تصوير الأماكن لتصوير نبض الشارع، محمد بيومي. كان ظابط وراجع من أوروبا باع عزبته اللي ورثها عشان يشتري كاميرا ومعدات معمل. وفي 1923 صور محمد بيومي أول فيلم مصري كوميدي، برسوم يبحث عن وظيفة. وبعدها صور عودة سعد زغلول من المنفى، وهنا تحولت الكاميرا المصرية لعدة أشكال من